اتفضل يا عم. حبيب قلبي، مساء الخير. مساء النور. انتوا كويسين؟ ايوه تمام يعني؟ ايه اخبار العيد معاكم؟ عيد الاضحى تمام؟ لسه ما جاش. ايه رايكم يا جماعه في الناس اللي بتشتم بالجاموس والبقر والخرفان طول السنه طبعا؟ فانا جه في بالي كده عمال اقول احنا بنشتم بالجاموس وبناكله، وبنشتم بالبقر وبناكله، وبنشتم بالخرفان وبناكلها، وبنشتم بالحمار مش متأكد بصراحة يعني. لحد فيكم متأكد قصدي يقول لي. طيب أنا بيجي في بالي كده رجال الأعمال الكبار، الناس الأغنياء دول اللي ربنا ياخدنا على جناحاتهم. الواحد من دول لما يجي يسلك سنانه يا جماعة بيسلكها بخلة. أنا تخيلت كده إن واحد منهم من الكبار دول حب يسلك سنانه بعد ما كان الجاموس والبقر وكده، تمام؟ فنده لابنه محمود: محمود يا حود ده، بابا هات شاب افتح الخزنة هات بسرعة وهات 2 مليون جنيه بسرعة. حاضر يا بابا. 2 مليون ليه يا بابا؟ عايز اسلك سناني يا ابن الكلب. ما علينا. في بعض الفزلكة بتحصل في الأغاني. يعني في أغنية بتقول: حبيبي على نياته كل البنات إخواته، بس أنا جيت بقى غيرت كل حياته وخليته خمرجي وبتاع بنات وحشاش وبيجيلي الساعة 2 بالليل مسطول. والله أنا فزلوكة يا هانم. طيب نداء إلى كل الجزارين في جمهورية مصر العربية. طبعا الناس الوحشة اللي منهم، عشان في ناس كويسة برضه. الناس اللي لا عندها لا ذمة ولا ضمير، الناس اللي لا بتراعي ربنا وبتليع لحم حمار، حرام عليكم رخصوها شوية مش عارفين ناكلها. حرام عليكم. طيب انا خلصت الستاند اب كوميدي، بس هقول فن جميل مش واخد حقه في مصر واسمه فن المقامة. هقول عربي فوبيا والسوشيال لوبيا. اوكي ماشي؟ انا متحمسه. طيب حدثنا عربي فوبيا المهووس بالتكنولوجيا قال: لقد عملت عملية تجميل خطيرة شلت فيها دماغي الكبيرة وزرعت مكانها تابلت وعدى عليا بلدوزر وسافلت وأصبحت حياتي كلها سوشيال لوبيا. بابا فيسبوك وماما تويتر وخالتي يوتيوبيا، وانعزلت عن العالم وخدت جنب وبقيت لا اسمع من هب ولا دب. ولو قامت الحرب العالمية الثالثة بقيادة هولاكو لا افتكر ان ابويا بيهرش لاخويا في وراكو. ودخلت جوه نفسي وخدت لفة ومشيت في شوارع التكنولوجيا الهفة، فقابلت الانسة اسيل المزح ام دم تقيل وقالت: بابا فتح لي محل لحمة في التيك توك عشان اتعرف فيه براحتي وعك واجيب صحباتي الزبالة ونقول كلام اخر سفالة، وحياتنا امسيد الانستا لاستاد رجالة واعمل لستة وشفت اكبر خناقة واترفعت سنج الفيس الفتاقة وبقينا فوق تلوت الصداقة، فشمرت الست فتكات فانتفضوا كل الرجالة والستات وقالت: ازاي ما حدش يشير لي البوست مع اني ياما حضنت وبوست. فقالت صديقتها: وانا كمان والله ورقصت. فقال سيد فشو: انا عملت لي كوموشن بيلتم على وشه ودخلت في الزيطه العيله العبيطه. وقال بابا رفاعي: محدش بيقبل الادب بتاعي، الدنيا دي مش فير ومش دايما لايك ولا شير.
فقالت زوجته: ما انت اللي دخلت النت في الوقت الضايع يا حي يا صايع وعايز تتعرف على حريم. فقال الابن: بابا ده لئيم، عايز جنازه يشبع فيها ايس كريم ويدفن ماما ويقفل الجيم. حتى جده رجع نونو وسمى نفسه على الفيسبوك لولو وبقى يتشات ويلوك. المجرم بقى يعمل لوك. فقال زوجته: بيطلب مني حاجات غريبه وكاتره، ده انا سيبني اشيله باكو شاي كليوباترا.